اعملوها للمدارس، حلوه قوي للولاد، اوفر واحلى وانضف وما فيهاش مواد حافظه. بصوا، انا عايزه اقول لكم الولاد فرحانين بيها جدا. بصوا بصوا، كل سنه بعمل كده، وكل 15 يوم هتلاقيني بعمل كب كيك، بعمل بان كيك، بعمل وافل، كله في البيت، كله في البيت. الموضوع مش متعب يا جماعه، ده هو 10 دقايق، احنا بنتعب عشان التصوير، لكن هو مش متعب. بصوا لما تطلعوا حاجه بالكواليتي دي، بالنظافه دي، بصوا هشه زي القطن. بصوا انا عملت الاتنين معاكم، بصوا حاجه تحفه، حاجه تحفه. انتي بالذات هتشربيها جنب فنجان القهوه بتاعك وانسي. انا المفروض ما اكلش حلويات بالليل، بس باكل عشان خاطركم. جربوا. بصوا هنعمل لانش بوكس مع بعض، هنعمل يلا نبدا. اول حاجه كده معانا 4 بيضات، 4 بيضات كده، 4 بيضات عليهم كوبايه سكر. خلوا بالكم ان الكوبايه اللي هتمشوا بيها من اول الوصفه هي دي الكوبايه اللي هتعايروا بيها الدقيق، هتعايروا بيها السكر، هتعايروا بيها النشا. كل المكونات هتبقى بكوبايه واحده عشان الوصفه تنجح معاكم بالظبط. تمام تمام. طب دلوقتي احنا معانا 4 بيضات وكوبايه سكر، ويا ريت تكون سكر بودره، بس انا ما عنديش. هنجرب مع بعض دلوقتي لو من غير سكر بودره ايه اللي هيحصل. تمام. وهضرب فيهم لغايه ما اللون يفتح ويبقى ابيض على الخلاط، مش بالكبه ومش يعني مش بالهاند بلندر، لو انت هتتعبي منه لازم بالخلاط عشان تفتحي معاكي. وهنا كوبايتين دقيق بالبردك بالكوبايه جايبها لكم معايا، بالكوبايه اي كوبايه عندك، مش لازم كوبايه معياريه، معياريه. تمام. كوبايتين دقيق عليهم رشه ملح، عليهم كيس بيكنج باودر، كله منخول في ده. وهنحط نص كوبايه نشا. لو ما عندكيش نص نص، اعملي النص دي، نص الكوبايه انت هتستعمليها بمعنى اصح. وهقلب كله مع بعضه كده. كده الخليط عندي فتح واتضاعف وعمل رغوه من جوه كده، بقى زي ما يكون كريم. بص لما اعمل كده يفضل ايه، يعلم كده، يثبت لك ان هو بقى كريمي. تمام. هنزل عليه بكوبايه لبن ونص كوبايه زيت، وهضرب الكلام ده تاني مع بعض. وهنا هبتدي انزل على الخليط اهو، الخليط كله، وهبتدي اعمل كده. بصوا كده على جنب واحد عشان ما تاخدش هوا. اخد من الجوانب والف في النص، اخد من الجوانب والف في النص. والان مع لحظه المتعه زي الاطفال بالظبط. اول حاجه هندي تقليبه كده، وهننزل نخلي بالنا واحنا نازلين، بس 3/4 بس اهو، 3/4 بس. نسيب عقله صابع من فوق. اي حاجه بقى من فوق كده، وهنزل كده. انا ما عندي بقى الكور بتاعت الشوكولاته الابيض دي تحفه قوي، تبقى جميله قوي اهو. تدخل بقى جوه والباقي هيطلع بره، هتبقى حكايه. يلا يبقى اول واحده وعلى الفرن. وهنا هنحط شويه شوكليت شيبس برضو، تحفه بقى. ويلا على الفرن. بصوا بقى، بصوا بتتخلع بسهوله خالص. انا ولا حطيت زيت ولا حطيت اي حاجه. هي بص المنظر، بص عامله ازاي، بص بص الجمال من جوه. بص بص، انا عايزه اوريكم. بص تحفه تحفه بجد. بصوا